في لحظة ما حدش كان متخيلها اتفتحت بوابات سد النهضة في أثيوبيا، واندفعت مية بكمية مهولة من غير أي إنذار، من غير أي اتفاق، ومن غير حتى مكالمة. مية كفيلة إنها تملى بحيرة ناصر وتضغط على السد العالي وتغرق أراضي وتبوظ زراعة وتعمل أزمة ضخمة في الجنوب والشمال. وهنا ظهر اسم كان ناسيه ناس كتير: مفيد توشكا. المشروع اللي اتعمل من عشرات السنين عشان يبقى صمام أمان للسد العالي رجع تاني للواجهة وبقوة. بس للأسف المشروع ده فشل زمان. ليه الدولة بتوسع في مفيد توشكا دلوقتي؟ ليه في مئات المعدات شغالة هناك 24 ساعة؟ إيه اللي اتغير؟ وهل فعلا إحنا داخلين على مرحلة من الصراع المائي؟ وليه مصر شايفة إن اللي بيحصل مش مجرد اختلاف على سد، لكن تهديد مباشر لأمنها القومي؟ الحكاية كلها بدأت من نقطة مية، لكنها ممكن توصلنا لنقطة نار. في الفيديو ده هنفهم القصة من أولها، وهنشوف بعينينا ليه مفيد توشكا مش مشروع هندسي لكن مشروع حياة، وهنعرف إزاي الدولة بتحاول تسبق الأزمة وتحول الخطر لفرصة، تهديد لدرع حماية. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. عشان نفهم ليه مفيد توشكا بقى فجأة في الصورة لازم نرجع شوية لورا. فكرة مفيد توشكا مش جديدة، دي فكرة بدأت من أيام بناء السد العالي في الستينات، وكان الهدف منها بسيط جدا. لو حصل فيضان كبير والمية في بحيرة ناصر عليت عن المستوى الآمن، نفتح بوابات المفيض ونصرف المية في مجرى آمن بعيدا عن السد. وفعلا اتعملت قناة ضخمة بتمر من بحيرة ناصر وبتوصل لعدة منخفضات طبيعية في الصحراء الغربية، اتحولت بعد كده لبحيرات توشكا. المنخفضات دي ما كانتش مستخدمة في الزراعة في الأول، كانت مجرد مساحات لتخزين المية علشان تحمي السد من الانهيار. بس مع الوقت الناس بدأت تبص ليها كمورد مائي مهم، وظهرت مشاريع ضخمة حوالينها بهدف استصلاح الأراضي والاستفادة من المية في الزراعة والثروة السمكية. المثير بقى إن القناة دي فضلت سنين طويلة من غير استخدام فعلي، لأن مستوى الفيضان ما كانش بيستدعي تشغيلها. فجأة مفيد توشكا اللي كان منسي رجع تاني للنور، وبدأت مصر تشغله وتعيد تأهيله وتبص ليه كمفتاح رئيسي في استراتيجياتها المائية. وده مش بس علشان حماية السد، لكن كمان كحل سريع لأي طوارئ جاية. اللي حصل كان صادم. في نهاية سبتمبر وتحديدا يوم 26 و27 إثيوبيا فتحت بوابات سد النهضة وصرفت كميات مهولة من المية من غير أي تنسيق مسبق. الكارثة إن الكمية دي وصلت في بعض الأيام ل 750 مليون متر مكعب يومياً، وده رقم ضخم جداً ممكن يغرق مدن بأكملها. السودان اتأذى بشكل مباشر، أراضي غرقت ومزارع اتدمرت، لكن مصر رغم ضخامة الكارثة كانت شبه مستعدة. ليه؟ لأن في خطة طوارئ مسبقة كانت جاهزة بتقول ببساطة لو حصل تصريف مفاجئ للسد نفتح مفيد توشكا فوراً ونبدأ نخزن المية في البحيرات الطبيعية. وده اللي حصل، وفعلاً مفيد توشكا اشتغل بكامل طاقته وقدر يستوعب كميات من المية اللي دخلت ومنع كارثة كانت ممكن تبقى زي اللي حصلت في السودان. لكن ده فتح سؤال مهم: هل المفيض قادر يستوعب أكتر لو حصل تصريف أكبر؟ وهل الوضع ممكن يتكرر السنة الجاية أو اللي بعدها؟ الإجابة كانت لأ. علشان كده اتقررت خطة فورية لتوسيع المفيض وزيادة قدرته الاستيعابية. والموضوع ما كانش مجرد قرار هندسي، ده كان قرار سيادي اتاخد على أعلى مستوى. وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ مشروع تطوير شامل. مئات المعدات نزلت الأرض شغالة ليل نهار، وهدفهم واحد: نخلي مفيد توشكا يقدر يشيل ضعف كميته الحالية، مش بس لحماية السد العالي لكن كمان علشان نوفر مخزون استراتيجي للزراعة ونكون مستعدين لأي طوارئ.
لو بصينا على الخريطة هنلاقي إن مشروع توشكا الكبير متقسم لجزئين، الأول بيتعلق بالزراعة والتاني خاص بمفيد توشكا. الجزء الزراعي بيبدأ من بحيرة ناصر اللي بتضخ المية من خلال ترعة ضخمة اسمها ترعة الشيخ زايد، ودي متوصلة بمحطة رفع عملاقة بترفع المية علشان توصل لمستويات الأراضي الزراعية. المية بتعدي من المحطة للترعة، ومن هناك بتتقسم لمسارات فرعية بتوصل لأراضي توشكا، ودي منطقة واسعة جدا جنوب الوادي. الأراضي دي تم استصلاح أجزاء منها ولسه في خطط لاستصلاح المزيد. أما مفيد توشكا فده شريان موازي بيبدأ من منطقة خور توشكا وبيمر على سد المفيض، ومنه لقناة بتوصل في النهاية لبحيرات توشكا ال5. القناة دي مش مجرد صرف مائي، ده نظام كامل لتصريف المية بشكل آمن. بيشتغل لما منسوب بحيرة ناصر يعلى عن حد معين. المنظومة دي كلها بتشتغل بتنسيق شديد بين وزارات الري والزراعة والهيئة الهندسية، وبيتم مراقبتها بالأقمار الصناعية، وبتتعامل مع كل نقطة مية كأنها مورد استراتيجي. وده مهم جدا لأن في ظل التغيرات المناخية والمواقف الأحادية من دول المنبع بقى لازم نكون مستعدين دايما. وده بيأكد إن مشروع توشكا مش مجرد ترعة ولا مفيد طوارئ، ده مشروع قومي بيمثل خط دفاع مائي واقتصادي في أي وقت. لما مصر بدأت توسع مفيد توشكا ما كانش مجرد رد فعل لحالة طوارئ أو تصريف مفاجئ، لا، ده كان تحرك محسوب واستراتيجي طويل المدى. الهدف الأساسي من التوسعة هو ضمان الأمان المائي في ظل التغيرات السياسية والمناخية اللي بتحصل حوالينا. في 5 أهداف رئيسية بتحرك المشروع ده، وكل هدف فيهم بيخدم خطط الدولة بشكل مباشر. أول هدف هو حماية السد العالي. السد ده مش مجرد مبنى ضخم، ده عمود فقري في البنية التحتية المصرية، ولو حصل أي ضغط عليه بسبب زيادة المية ممكن نواجه كارثة. المفيد بيشتغل كصمام أمان طبيعي، بيفتح وقت الفيضانات الكبيرة وبيخفف الضغط على جسم السد، فكل ما زادت قدرته كل ما كانت الحماية أقوى. تاني هدف هو تخزين كميات أكبر من المية. بحيرات توشكا ال5 دلوقتي بقت شبه متصلة ببعضها بسبب كميات المية اللي دخلت ليها، وده بيخليها خزان استراتيجي ضخم يقدر يدعم مصر في أوقات الجفاف أو الأزمات. الهدف الثالث بيتعلق بالتوسع الزراعي. وجود المية بالقرب من أراضي قابلة للزراعة بيسهل كتير في تنفيذ مشروعات استصلاح أراضي. الأراضي حوالين توشكا اتجهزت فعلا لزراعة محاصيل استراتيجية زي القمح والذرة، والمخزون المائي ده بيأمن استمرارية الزراعة دي. رابع هدف هو تحقيق التوازن المائي. مصر محتاجة تحافظ على مستوى معين من المية علشان تقدر توزعها على المحافظات المختلفة بشكل عادل. أي خلل في التوزيع ده ممكن يسبب أزمات محلية. الهدف الخامس هو تنمية الثورة السمكية. البحيرات دي فيها أنواع كتير من الأسماك، ومع تطويرها الإنتاج السمكي ممكن يزيد ويوفر دخل لمجتمعات كتير حوالين المنطقة. السيسي قال إن نهر النيل مش ملك دولة بعينها، وإن مصر خلال 14 سنة من التفاوض كانت دايماً بتسعى لاتفاق قانوني ملزم يضمن الحقوق لكل الأطراف. وواضح إن مصر قدمت حلول فنية وتقنية كتير، لكن إثيوبيا كانت بتتعنت ومش عايزة تتعاون. الخطاب كمان ركز على فكرة إن المية مش مجرد مورد، دي مسألة حياة أو موت، وإن الأمن المائي مش طرف لكنه حق أصيل، ولازم يتأمن من خلال شراكة عادلة قائمة على القانون الدولي. الرسالة الأقوى في الخطاب كانت لما قال إن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي وإنها مستعدة تتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي. الجملة دي كانت بمثابة إنذار دبلوماسي، لكنه يحمل خلفه استعداد كامل لأي سيناريو. المجتمع الدولي اتلقى الرسالة، وابتدت تظهر تحركات على مستويات مختلفة سواء من دول حوض النيل أو من منظمات دولية، واللي فهموا الكل إن مصر داخلة المرحلة الجاية وهي مش سايبة حاجة للصدفة. مصر وضحت إن اللي بيحصل على النيل مش نزاع بسيط بين 3 دول، ده تهديد حقيقي للأمن الإقليمي. لما دولة زي إثيوبيا تتحكم في مصدر المية وتقرر تفتح أو تقفل السد من غير تنسيق، فده معناه إنها عندها القدرة إنها تضر ملايين في مصر والسودان في لحظة. الموقف ده مش بس بيضر بدول المصب، ده كمان بيفتح باب لمشاكل تانية زي الهجرة، الفقر، والصراعات المحلية اللي ممكن تنتج عن نقص المية. وعلشان كده مصر رفعت صوتها في المحافل الدولية وطالبت بتدخل واضح من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. الرئيس السيسي في خطابه قال جملة واضحة جدا: التنمية ليست امتيازا لدولة بعينها بل مسؤولية
بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر. وده معناه إن أي مشروع على نهر دولي لازم يتم باتفاق جماعي مش بقرارات فردية. وفي الوقت اللي مصر فيه بتتكلم بالدبلوماسية، هي كمان بتشتغل على الأرض. تطوير مفيد توشكا واحد من الإجراءات العملية اللي بتقول إن مصر مش بس بتتكلم، دي بتتحرك. اللي بيحصل حوالين النيل مش بعيد عننا، مش حاجة تخص الحكومة بس أو الوزراء، دي مسألة بتأثر على كل واحد فينا، من أول الفلاح اللي بيزرع في الصعيد لحد المواطن في القاهرة اللي بيفتح الحنفية. لو حصل خلل في توزيع المية أو كمية المية قلت، هنلاقي نفسنا قدام مشاكل ضخمة. أسعار المحاصيل هتزيد، ممكن تحصل هجرات من الريف للمدن، ضغط على البنية التحتية، وكل ده هيأثر على حياتنا اليومية. الفهم والوعي بالموقف بيدي قوة. لما الناس تفهم ليه الدولة بتصرف على مشاريع زي تبطين الترع أو تحلية المية أو تطوير مفيد توشكا، هيقدروا يشوفوا الصورة كاملة. دي مش رفاهية، دي استعداد للحفاظ على الحياة. لازم نكون كلنا جزء من الحل، سواء بترشيد استهلاك المية أو دعم مشاريع الدولة أو حتى بنشر الوعي حوالين خطورة الموقف. النيل مش بس نهر بيمر في التاريخ، ده روح مصر، ولو حصل له حاجة كلنا هنتأثر. بعد كل اللي شفناه من تحركات إثيوبيا وتصريحات مصر والخطط اللي بتتعمل على الأرض، السؤال اللي بيطرح نفسه هو: هل إحنا داخلين على صراع أكبر؟ الإجابة معقدة. الصراع مش شرط يكون عسكري، لكنه ممكن يبقى سياسي أو اقتصادي أو حتى بيئي. لكن الواضح إن مصر مش هتسكت، وإنها بتحضر نفسها لكل السيناريوهات. مفيد توشكا مش مجرد مشروع هندسي، ده بقى رمز لمقاومة أي تهديد مائي. مصر بتقول من خلاله: إحنا جاهزين، والمواطن لازم يكون واعي، لأن اللي بيحصل النهاردة هيأثر على بكرة. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب